وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يبقى عظة يأخذها الإنسان من هذه الآيات. كلما مر عليك حال تحزن فيها، ولا بد أن يمر عليك، فتذكر هذه الآية. تذكر يوم أن يمن الله على عباده الصالحين بأن يدخلوا الجنة، واعلم أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. لا راحة للمؤمن حتى يلقى الله. فإذا لقي الله وجعل جسر جهنم وراء ظهره ودخل الجنة زال عنه كل بؤس وحزن. ولا يمكن مهما بلغت فصاحة مفسر أو بلاغة مؤول أن يعرف أو يعبر أو أن يقول عظيم ما يشعر به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. لكن أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يمن علينا وعليكم بأن نقولها بعد عمر طويل وعمل صالح، نكون ممن قال الله فيهم وعنهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.